من الواضح ان ياس كانتالوبا هيرتب علينا. المدير الفني للنادي الاهلي الجديد، لا في رياكشن، في تعبيرات، في كوميونيكيشن بينه وبين اللعيبه. ريبيرو الله يمسيه بالخير كان بيقابل الضغط العالي بالعناب. الراجل ده مختلف تماما. الراجل ده عنده كاريزما في ارض الملعب ما تقارنهوش خالص بريبيرو. لكن عشان تديله حقه الفني في ارض الملعب 7 8 مباريات، ما ينفعش ان انت تقول بعد اول مباراه اصل محمد هاني دخل على الدايره واحمد سيد زيزو كان بيعمل في الدفاعات. مش كل ده حنكشه. حنكشه في الكوره والله محدش يقدر. مفيش مدير فني مارادونا المديرين ان هو يحط بصمه من اول مباراه، ما ينفعش. عندي بقى حاجه تانية ممكن اقول لك عليها. في لعيب بيطلع طاقته الضعف، ده انا موافقك فيه. بيثبت للمدير الفني في اول مباراه ان انا قادر ان انا اكون معاك في ال11، لكن فنياته بتبان بعد 3 4 مباريات. برضه انت جايب خواجه ليه؟ جايب خواجه عشان ينقل خبراته للعيبه. بص يوريزيتش بتاع بيراميدز قدر ان هو ينقل خبراته للعيبه، قدر ان هو يكسب بيهم بطولات، وقدر ان هو يعمل بيهم حاجات كانت مستعصيه عليهم. فهو دلوقتي نجح باهر مع بيراميدز. احنا عايزين من ياس كانتالوب كده، عايزينه ان هو يجي زي ما بنقول يرتب على جماهير النادي الاهلي، تكسب بطولات، تدينا اداء عالمي، تزود اللعيبه الفنيات بتاعتها تعلى، المهاجمين الفينش اللي ما بيبقاش عندك منه 1% من 20 مباراه. يا راجل احنا دي كانت مشكلتنا من ايام موسيماني، ان احنا مش بنعرف نفنش.